السلام عليكم مشاهدين الكرام. كان قوم لوط عليه السلام يرتكبون أفظع القبائح وأنكرها. كانوا يقطعون الطريق ويخونون الرفيق ويتواصون بالإثم. كانت ابنة نبي الله لوط عليه السلام عند أحد الأنهار تملأ وعاءها، وعندما رفعت بصرها وجدت 3 أشخاص لم ترهم في حياتها من قبل، ولم تر في جمالهم، ولم يوجد أجمل منهم على الأرض. فقال أحد ال3: يا جارية، هل من منزل هنا؟ فقالت لهم: مكانكم، لا تدخلوا حتى أخبر أبي وآتيكم. وذهبت مسرعة وهي تقول: يا أبتاه، هناك فتيان على باب المدينة ما رأيت مثل وجوههم قط. قال نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام في نفسه: هذا يوم عصيب. وذهب لوط عليه السلام مسرعا إليهم، فلما رآهم سيء بهم: انتظروا حتى يأتي المغرب وتنزل العتمة على المدينة حتى لا يراكم أحد من أهل القرية، وسأضيفكم في منزلي. فلما جاء الظلام أخذهم نبي الله لوط عليه السلام إلى بيته دون أن يراهم أحد، فهو يوم شديد بلاؤه، وخاف من نفوس قومه عليهم. لكن خرجت زوجته مسرعة إلى قومها وقالت: يا قوم، إن لوطا عنده رجالا لم نر في جمالهم قط. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وتحققت نبوءة وخوف سيدنا لوط عليه السلام، وبدأ اليوم العصيب. فوقف القوم على باب بيت لوط عليه السلام، وخرج إليهم يقول: يا قوم، إن النساء أطهر لكم من الرجال. يا قوم، هؤلاء بناتي، هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم أحد عاقل؟ فبنات القرية أطهر لكم من ذكورها. وكان سيدنا لوط عليه السلام يحاول أن يلمس نفوسهم وأن يدعوهم إلى تقوى الله عز وجل، لكنهم تكبروا وبدأوا في العناد، وأصروا على ما هم عليه من الطغيان، حتى إنهم يريدون التعرض بالسوء للضيوف. ولم يستجب قوم لوط إلى ما دعاهم إليه، وظلوا يضحكون من لوط عليه السلام ويسخرون منه. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. فدخل لوط عليه السلام غاضبا وأغلق باب بيته، ووقف يستمع إلى الضحكات والضربات التي تنهال على الباب، ويرتعد وراء الباب خجلا وحزنا وأسفا. لكن كان الغرباء يجلسون في هدوء، ودهش سيدنا لوط من هدوئهم، وبدأت أخشاب البيت تضرب، فلجأ إلى الله تعالى بالدعاء بأن ينجيه ومن معه من سوء القرية وأهلها. قال: رب نجني وأهلي مما يعملون. وقال: رب انصرني على القوم المفسدين. وصرخ سيدنا لوط عليه السلام في لحظة: قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يا ليتني عندي عشيرة أحمي بها ضيفي. فتحرك ضيوفه ونهضوا فجأة، وأفهموه أنه يأوي إلى ركن شديد، وهو الله عز وجل. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، ولا تخف يا لوط، نحن من الملائكة، نحن جبريل وميكائيل وإسرافيل، ولن يصل إليك هؤلاء القوم. واستأذن جبريل عليه السلام ربه عز وجل في عقوبتهم، فأذن له، فأشار بطرف جناحه فطمست أعينهم وذهبت أبصارهم، وانصرفوا يتحسسون الحوائط، وقالوا: سحرنا لوط وضيوفه، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، فذوقوا عذابي ونذر. فأمر الملائكة عليهم السلام سيدنا لوطا عليه الصلاة والسلام أن يصحب أهله أثناء الليل، وأن يخرج من القرية، وأنهم سيسمعون أصواتا تزلزل الجبال، فلا يلتفت أحد منهم إليها حتى لا يصيبه ما يصيب القوم، لأنهم لو رأوا ما حل بقومهم لصعقوا من هول المنظر.
وأفهموا لوطا عليه السلام أن امرأته كافرة مثلهم وستلتفت خلفها فيصيبها ما أصابهم، وإن موعد عذابهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ ولما جاء أمر ربك بدأ العذاب يحل بالكافرين، وسمعت زوجة لوط أصواتهم وصراخهم فالتفتت تصرخ وقوماه، فقيل إن جبريل عليه السلام اقتلع بطرف جناحه مدنها السبع بمن فيهن من الأمم وما معه من الحيوانات، فرفعها حتى بلغت عنان السماء، حتى سمعت الملائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم، وأرسل عليهم صيحة ومطرا من حجارة من الجحيم تتبع بعضها بعضا، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها. قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فاللهم احفظنا بحفظك يا كريم، وأبعدنا عن كل أمر يغضبك يا رب العالمين، اللهم آمين. وثبتنا بفضلك وكرمك ورحمتك على توحيدك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.